اتكلمنا مع حوت. زي ما سمعت كده مجموعة من العلماء من معهد سيتي قدروا ان هم يعملوا محادثة طويلة مع حوت احدب اسمه توين على سواحل الاسكا. الموضوع بدأ لما هم كانوا بيحاولوا يجربوا نموذج للتواصل مع غير البشر كنوع من انواع التدريب عشان لو تواصلوا مع كائنات غريبة زي الفضائيين مثلا. المهم جابوا مركب وثبتوا الجهاز اللي هيطلع ترددات عليها وبدأوا يشغلوا تسجيل لصوت نداء حوت احدب. والمفاجأة الحوت قرب فعلا من المركب وابتدى ان هو يكرر نفس الترددات اللي طالعه من الجهاز ده. كمان كان بيعدل النغمه بتاعته والتوقيت عشان تتماشى مع الجهاز، كانه فاهم ان في حد بيتكلم معاه وهو بيرد عليه. عايز اقول لك ان المحادثه دي استمرت 20 دقيقه، تلت ساعه بحالها الحوت بيتكلم مع الجهاز. واي نعم العلماء ما فهمتش اي حاجه من هذه المحادثه، بس هم بيقولوا ان ده اقرب مثال على تواصل تفاعلي منفتح ما بين انسان وحيوان بحري. خلي بالك دي حاجه كبيره جدا ان احنا قدرنا نتواصل مع الحوت. هي اصلا الهدف من التجربه دي ان احنا نعزز البروتوكول بتاع التواصل ما بيننا ما بين اي ذكاء تاني غير بشري، حيوان، نبات، جماد، رماديين، فضائيين. سيبك انت، يلا تخيل كده ان انت مكان الحوت الاحدب ده ولقيت شويه بشر بتقرب منك بتحاول انها تتواصل معاك. يا ترى ايه اول حاجه ممكن تقولها له؟